السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناتنا وقناتكم قناة المراجع المصري للمحاسب القانوني محمد صفوت. النهارده هنتكلم عن جزئية جديدة كنا اتكلمنا عليها قبل كده وحطيتها كريفرنس لينا، اللي هو الموضوع الخاص بقانون 157 لسنة 2025 الخاص بقانون القيمة المضافة. النهارده هنتكلم عن جزئية مهمة جدا اللي هي جزئية التعديل اللي تم في قانون 157 لسنة 2025 والخاص بالتعديل المقاولات، وده الجزء الأهم في القانون ده. ليه؟ لأن المقاولات كانت في الفترة السابقة من قانون 167 لسنة 2016 كان قانون القيمة المضافة بيتكلم إن المقاولات عبارة عن 5% أو 14%، وكان الأساس لو التوريد والتركيب بيبقى 5%، ولو 14% بيبقى توريد بس أو تركيب بس. اللي حصل في الفترة الأخيرة حاجة مهمة جدا، الجزئية اللي بنتكلم عليها النهاردة اللي خاصة بيه إن تم تحويل الموضوع دوت لكله ب 14%. وكان ليه التحويل اللي تم دوت بالقانون 157؟ التحويل اللي تم ده نتيجة إن كان في مشاكل كبيرة جدا في القانون القديم، نتيجة إن إحنا كنا بنبعت كتير أوي للبحوث هل الجزئية الخاصة بتوريد والتركيب أجزاء معينة يعتبر من ضمن الحاجات الخاصة في 5% ولا 14%؟ يعني مثلا كان في توريد وتركيب الأخشاب كان يعتبر 14%، مع إنه توريد وتركيب إلى إنه جزئية الأخشاب بس، فطلعت جوابات من البحوث ب 14. الجزئيه الخاصه بالحديد وهكذا. استقر الراي على ان لو المقاوله متكامله، يعني بتعمل اكتر من جزئيه في شغل المقاولات بتاعك، فانت في الحاله ديت بتقدر ان انت تحطها 5%. اما لو المقاوله اجزاء فبيبقى في الاغلب بيبقى 14%. وكمان في جزئيه تانية معانا، الجزئيه الخاصه ب ان كمان المقاول العام بيدفع هو ال 5% عن المقاول الباطن، والمقاول الباطن بياخد شهاده من المقاول العام بال 5% ديت ان المقاول العام دفع عنه المبلغ كله بالكامل. نتيجه التغيير اللي حصل ده بقى بالقانون 157 لسنه 2025 يعتبر لغى الكلام ده كله، بقى كله 14%. يعني ايه؟ يعني انت حضرتك دلوقتي اي شغل مقاولات حضرتك هتعمله عليه 14%. يعني بمعنى اصح هتقدر حضرتك تخصم المشتريات بتاعتك اللي داخله في جزء المقاولات بتاعك من فواتير المبيعات بتاعتك، وتدفع ساعتها المبلغ الفرق بين المشتريات وبين المبيعات. طب ايه المزايا على الكلام ده كله؟ المزايا زي ما قلنا قبل كده، اول حاجه هي جزئيه الخصم، ان انا اقدر اخصم المشتريات بتاعتي من فواتير المبيعات. لان كان زمان لما كانت 5% وكانت ضريبه جدول ما كنتش هقدر اخصم الفواتير المبيعات من المشتريات وادفع الفرق، لا انا كنت بدفع ال 5% كلها بالكامل. الجزء الثاني معانا هو جزئيه الازدواج الضريبي. لو انا بيبقى فيه غلطات كتير نتيجه ان هو ممكن يتم الدفع بال 5% اكتر من مره، او 5% و14، وبيحصل هنا نوع من انواع الازدواج الضريبي اللي بيأثر في الاخر على قيمه المقاوله كلها. وكل ده بيؤدي في الاخر ان بيكون في نوع من انواع الشفافيه لكل المشتريات والمبيعات اللي داخله في المقاوله الخاصه بالمقاول، اللي يقدر على اساسها ان هو يقدم ما يثبت على كل جزء خاص بشغله، وكمان يقدر يثبت فواتيره كمشتريات وكمبيعات على الشغل اللي هو عمله بالكامل. وده بيؤدي في الاخر ان كل المقاوله كلها بالكامل بتبقى ظاهره امام مصلحه. المشكله بقى اللي ظهرت معانا في جزئيه المقاولات، واللي لحد دلوقتي اغلب الناس بتبقى عامله مشكله في الجزئيه ديت، اول حاجه ان في جزء كبير جدا من المقاولين الى الان ما تعاملش اصلا بفاتوره الكترونيه. ده يكاد يكون ان في مقاولين ما سجلوش اصلا فاتوره الكترونيه ولا طلعوا بطاقه ضريبيه. عشان كده جه قانون 6 لسنة 2025 اللي احنا شرحناه قبل كده، وادالك فرصة ان انت تقدر تطلع مبيعاتك وان انت تدفع جزء منها فقط، وان انت مش لازم ان انت تثبت كل مشترياتك، وان انا هاخد جزء من مبيعاتك لمدة 5 سنين. فده ساعد كتير ان هو يتسجل في قانون 6 اللي يقدر على اساسه يطلع مبيعات الخاصة به. الجزء الثاني الدفعات المقدمة، نتيجة التسجيل في الدفعات المقدمة وخصم المنبع بمبالغ كبيرة. واعتقد برضو ان قانون 6 حل الموضوع ده كله، ان بالنسبه للمشروعات الصغيره والمتوسطه اعفاهم من موضوع خصم المنبع عليهم، وده ساعد كتير في زياده التدفقات، خصوصا اللي كمان الصناعه وشغل مهم زي صناعه المقاولات ده نوع من انواع التدفقات النقديه اللي بتساعده. كان من ضمن التحديات دايما ان كان بيبقى فيه خوف في الشهادات اللي بياخدها من المقاول العام، او كمان الخصم اللي بيتعمل عليه. دلوقتي نتيجه اللي حصل دوت ما بقاش في موضوع شهاده ان انت بتاخدها من المقاول العام، لان انت ببساطه ان انت بتعمل المبيعات بتاعتك ناقص المشتري بتاعتك وتدفع
الفرق بتاع القيمه. اخر حاجه معانا في الجزئيه ديت ان كان اتحاد التشييد والبناء بعت طلب لمصلحه الضرائب ان يتم العقود اللي شغاله حاليا قبل صدور القانون ان هو يمشيها ب5% زي ما هي، عشان ما يحصلش نوع من انواع المشاكل للمقاولين نتيجه ان هم كانوا معتمدين على موضوع ال5%. فطلب الاتحاد التشييد والبناء من وزاره الماليه ومصلحه الضرائب ان العقود اللي كانت شغاله على 5% تكمل على 5%. بس لحد هذا الفيديو، لحد وقت هذا الفيديو، مفيش رد من مصلحة الضرائب على الجزئية دي. ان شاء الله دايما تابعونا اول باول، ما تنسوناش من لايك والشير وسبسكرايب لو دي اول مرة لكم على القناة. السلام عليكم.